السلام عليكم ومرحبا بكم مع شيوة نوفل. اليوم غنقدم لكم طريقة تحضير بريوات معمرين باللحم المفروم والخضر. سنحتاج إلى 150 غرام من اللحم المفروم، بصل مقطع قطع صغار، جزر مفروم، فلفل ملون، ورقة البسطيلة، من نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، كركم، فلفل أسود وزنجبيل، ملعقتين كبار من البقدونس، وزيت زيتون. نبدأ على بركة الله. عندي هنا مقلاة فوق النار على نار متوسطة، ندير فيها شوية زيت زيتون 3 ملعقات كبار، ثم نضع فيها البصل والفلفل الملون والجزر، التوابل، نتركهم يتشحروا مع بعضهم لمدة 10 دقائق. والآن نضيف اللحم المفروم، نتركه يتشحر لمدة 10 دقائق قبل ما نزيد البقدونس. بعد 10 دقائق نزيد البقدونس، نطفي على النار ونخلط العناصر مع بعضها. عندي هنا ورقة البسطيلة اللي غادي نلويها بحال هاد الشكل هذا، وغادي نقطعها بحال هاد الشكل على 4، تيجيو اشرطه. عندي هنا شارط من اشرطه ديال البسطيله، غادي نضع فيهم ملعقه صغيره من الحشوه، وغادي نبدا نجمع فيها بحال هكا. وفي الاخر تنجي تنخشيه لتحت بحال هاد الشكل. ممكن تغلقوه بشويه ديال الماء والدقيق الابيض. بعد ما كملت نعمر البريوات، عندي هنا شويه زبده مذوبه، غادي ندهنهم من الفوق وندخلهم الفرن على حراره 160 درجه لمده 20 دقيقه. الشكل النهائي ديال البريوات معمرين باللحم المفروم والخضر هو هذا. تيجيو زوينين وخفاف، تيجيو بحال هاد الشكل هذا. نوضح لكم الصوره. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين شهوة نوفل باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. ونقول لكم مع السلامه الى وصفه جديده ان شاء الله.